مقروط الكوشة الجزائري التقليدي، الحلوى اللي لازم تكون حاضرة في الأعياد والمناسبات الجزائرية، ورغم البساطة تاعها إلا أنها بزاف بنينة وكامل نحبوها ونبغيوها. نخليكم مع المقادير. بسم الله. في الأول راح نسحقو سميد يكون متوسط ويكون من النوعية الجيدة. ندير 3 كيلات توا السميد. من الأحسن السميد هذا يكون رايح للرقيق، ما يكونش رايح للخشين بزاف. كما راكم تشوفوا هذا السميد رايح للرقيق، وشيوا كوميم جاني يعني نوعية ماشي مليحة للأسف. ما يشربش خلاص ليدام وما يشربش الماء. ملحتو، درت يعني تقريبا نص مغرفة تاع الملح في كل بول تاع شربة. كيلو بأي كيلة راكم حابينها، ماشي لازم هذا، ديروا بالكاس ولا كيما تحبوا. زدت درت كيلة إلا ربع سمن ولا زبدة تكون ذايبة وباردة لازم، وكملتها بالزيت. كيما شفتوا لازم تكون باردة، يعني ذوبوها، صفيوا منها هذاك الماء وخليوها تعاود تجمد، ومن بعد ذوبوها وخليوها تبرد. لازم تولي بحرارة الغرفة، وفرغوها فوق هذاك السميد واخدموها مليح بيدكم كيما راكم تشوفوا. كيما نديروا المبرجة، يعني تمحروها بين يدكم حتى تتحصلوا على واحد القوام. دوك نوريه لكم بهذه الطريقة، يعني تبداو تحركوا تبقاو تحركوا واحد 10 دقائق. هنا حين تحصلوا على قوام كي من هذا، يعني تحسوا السميد تاعكم كلي مشمخ. وكي تشكلوا هذه الكرة وتتشكل لكم معناتها راهو السميد واجد، يعني شرب دا حقه من اليدام. هنا درت نص كيلة تاع ما زهر، كملتها بالماء. درت كيلة يعني مخلطة بين الماء وما زهر. كيما راكم تشوفوا ديجا السميد راهو يبان مشمخ بزاف، راهو كارثة ما يشربش خلاص. نجي نبلو بهذاك الماء كيما راكم تشوفوا غير باطراف الاصابع تاعكم، ما تبلوش يعني تعجنوه، ولا غير باطراف الاصابع. ندير بشويه ونخلط. انا دوك ندير كيما شفتوا نص الكميه برك، ما درتهاش كامل. ديروا وتشوفوا على حساب السميد تاعكم، قادر حتى يشرب لكم هذه الكميه كامل. انا السميد اللي عندي ما شرب ليش كامل الماء. تبقاو تضيفوا في الماء والمزهر حتى تحصلوا على قوام اللي شتوه، يعني عجينه تكون طريه. تغطيوها وتخليوها تريح ليله كامله اللي عندها الوقت. نجي نخدم التمر هذا. درت تمر، درت له الملح، رشه تاع القرفه، مغرفه كبيره ولا 2 مغارف تاع الجلجلان، وجبت هذاك الماء اللي فضل لي، الماء والمزهر، نجمع به. زدت مغرفه كبيره تاع الزبده، ونبقى نضيف الماء والمزهر حتى نتحصل عليه يكون طري بزاف ويتلاصق. ونصيحه الغرس تاعكم ما تخدموش حتى نهار تعودوا حين طيبوا حتى تعودوا حين تخدموا المقروط تاعكم باش ما ينشفش وييبس. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه يكون بزاف بزاف طري، باش من بعد ما ييبس لكمش في وسط المقروط، ويعني ما يجيش العجين مبسس وهو يبقى يابس في النص. شكلته حرابش، عاونت بشويه تاع الزيت وحطيته اكوتي باش تسهل عليا الخدمه. وهنا وليت العجين تاعي خليته ريح ليله كامله، يعني هي في اليوم خدمت الغرس ووليت السميد تاعي طليت عليه لقيتو يعني مازال طري، ما سحقيتش خلاص نزيد له الماء. نتوما شوفوا اذا نشف لكم زيدوا له الماء والمزهر. انا كما قلت لكم راهو ما شربليش الماء، بقى هو. اذا لقيتوه ناشف ويتفتت بقاو تزيدوا في المزهر حتى تحصلوا على عجينه طريه كيما هذه. نشكلتها كرات تقريبا متساويين، ونبدا نخدم فيهم بالحبه. وتشكلوه كيما شفتوا في الفيديو. ديروا الحربوش تاع التمر في النص، وتبداو تشكلوا فيه بهذه الطريقه. سيو تضغطوا شويه هكذا باش يلصق التمر في العجين. هنا انا راني نشكل في الحرابوش ونحط فيهم في طبسي وندخلهم للثلاجه باش هذيك الزبده تحكم روحها. يعني كي كان الجو شويه سخون العجين تحسوه مطلوق ويلصق لكم شوي في بلان دو طرافاي. بصح كي تدخلوه في الفريجيدير راح يسهل عليكم بزاف الخدمه، سورتو كي تعودوا ترشموا فيه من الفوق ماهوش حيلصق لكم خلاص. هنا كيما شفتوا كملت خدمتهم ودرتهم في الفريجيدير، ما طولوش عليه بزاف، يعني في الكونجيلاتور، يعني واحد 4 دقائق 5 نحيوه باش ما يجمد لكمش. وشوفوا هناك فراه شاد روحو. جبت المول هذا باش نرشم به من الفوق، يعني هايل بزاف ما يفسدش الشكل تاعو. ديروا اي مول عندكم واضغطوا مليح باش يخرج لكم الشكل من الفوق. نزيدو نديروا له في الاطراف بالشكل اللي شتو باش يجي متساوي. ونقطعوا، انا قطعته بهذه اللي نقطعوا بها البطاطا ولا الفاكهه.
ونفوت الموس من التحت كما شفتوا، ونعاود ندير له بهذا الحركه باش يجي متساوي، ونبدا نستف فيه في البلا. كي تكونوا تستفوا فيه في البلا سيو تلصقوهم في بعضهم باش كي تدخلوهم يطيبوا ما يتحرق لكمش الغرز بهذا الشكل. مام هذوك الشطوط والحواشي اللي بقاو ستفتهم من الفراغات اللي راهم من الفوق باش يعني نتفادى انه يتحرق لي الغرز. بعد ما كملتهم درت لهم حبه طيب من الفوق، هذه اختياريه تقدروا ما ديروهاش، ونخليوه يريح على الاقل ربع سوايع قبل ما نطيبوه باش يبقى محافظ على الشكل تاعو في الفور. وندخلوه يطيب على فرن مسخن على 180 درجه. تسبقوا طيبوه من التحت، شعلوا له من التحت، بعد ما يبدا يدي تحميره خفيفه في الاطراف تشعلوا له من الفوق باش يتحمر لكم من الفوق. واللي يحبوه محمر بزاف تقدروا تحمروه مليح كيما حبيتوا. بعد ما تخرجوه من الفور تحبوا تعسلوه ديريكت، تحبوا تخليوه. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وبسلامه الى فيديو